في قلب عالمنا العربي حكاية عمرها 1000 سنة. حكاية جماعة قررت إن إيمانها يبقى سر مقدس محدش يعرفه غير عدد قليل من أهلها. جماعة قفلت الباب على نفسها وما بقاش حد يقدر يدخل دينهم غير اللي بيتولد منهم. مين هم أهل التوحيد؟ أو زي ما العالم كله بيقول عليهم الدروز. إيه هي الحكاية اللي بدأت من قلب القاهرة الفاطمية في القرن ال11 ووصلت إنهم يبقوا قوة لا يستهان بيها في جيش عدوهم التاريخي؟ يلا بينا. تعالوا نرجع بالزمن لأيام الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله. من قلب القاهرة طلعت دعوة دينية جديدة مشتقة من المذهب الإسماعيلي، ولكن دمجوا التوحيد الإسلامي والفلسفة اليونانية على شوية أفكار هندوسية كده. الدعوة دي أسسها واحد اسمه حمزة بن علي، وهو اللي كتب رسائل الحكمة اللي هي الدستور عقيدتهم. بس الغريبة إنهم اتعرفوا باسم الدروز نسبة لواحد من أوائل الدعاة عندهم، وده بالمناسبة اختلف معاهم بعد كده وهم بيرفضوا الاسم ده تماما. الدروز هاجروا من مصر للشام، سوريا ولبنان وأجزاء من فلسطين المحتلة، والأغرب بقى بعد سنين قليلة جدا من بداية نشأتهم قرروا يقفلوا باب الانضمام لعقيدتهم للأبد. خلاص مفيش حد جديد هيدخل الدين بتاعنا، يا تتولد درزي يا إما مفيش. طب إيه هي أسرارهم دي؟ إيه العقيدة اللي بيحافظوا عليها بكل الغموض ده؟ مجتمعهم نفسه بيتقسم لطبقتين، طبقة العقال ودول هم اللي عارفين أسرار الدين وفاهمينها، وطبقة الجهال ودول عامة الناس اللي عايشين حياتهم عادي. عندهم شوية مبادئ أساسية كده بتميزهم عن أي حد تاني. أولهم فكرة إن الذات الإلهية أو اللاهوت بيتجلى وبيظهر في صورة بشرية مادية أو بيسموه الناسوت. بعض المراجع بتقول إن ظهرت دعوات عندهم بتقول الذات الإلهية اختارت إنها تتجلى من خلال الشخص الحاكم بأمر الله علشان يخاطب البشر ويؤسس لدعوة التوحيد. تاني مبدأ هو التقمص أو تناسخ الأرواح. عندهم إيمان راسخ إن روح الإنسان أول ما يموت بتروح فورا لجسم طفل لسه مولود علشان تبدأ رحلة جديدة. الحياة عندهم دايرة ما بتنتهيش، وبالمناسبة الأرواح مش بتتنقل عشوائي، ولكن الروح بترجع دايما لمجتمع الدروز. بمعنى إن لو درزي مات روحه تتنقل لدرزي تاني، ما ينفعش تروح لمسلم أو مسيحي أو يهودي أو أي ملة تانية. وبالتالي على حسب معتقداتهم لازم عدد الأرواح في المجتمع الدرزي تفضل ثابتة تقريبا. ثالث معتقد هو التقية، وده مبدأ بيسمح لهم يخفوا حقيقة معتقداتهم لو حسوا بالخطر، وده اللي ساعدهم يفضلوا موجودين في منطقة كلها صراعات لقرون طويلة. وهنا بقى نيجي للمحطة الأكثر صعوبة في تاريخهم، المحطة اللي بتخلي قصة الدروز معقدة أكتر، علاقتهم بالكيان. في حرب 1948 الدروز الإسرائيليين قرروا التعاون مع ميليشيات الكيان اللي هي الهجانة ضد العرب. الدروز الإسرائيليين يا جماعة حاربوا مع الكيان في كل حروبه ضد العرب. وسنة 1956 الكيان فرض التجنيد الإجباري على شباب الدروز العرب اللي عايشين على أرضها، والمفاجأة كانت إن الدروز كان عندهم ولاء كبير للكيان، لدرجة إن نسبة تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي وصلت لأكثر من 85% من شبابهم، ودي نسبة أعلى من نسبة تجنيد اليهود نفسهم. انتوا متخيلين الرقم؟ جيش الكيان عارف قيمتهم كويس، شباب بيتكلموا عربي زي أهل البلد وفاهمين المنطقة وعندهم ولاء للكيان، فاستخدموهم في كل حروبهم تقريبا. في وحدات المشاة والمخابرات وحرس الحدود كانوا بالنسبة للكيان السلاح السري اللي بيتكلم لغة عدوهم. لكن القصة مش بالبساطة دي، الحلف ده كان ليه ثمنه. كتير من الدروز بدأوا يحسوا بالتمييز، إنهم بيقدموا كل حاجة للدولة لكن بياخدوا حقوق أقل من المواطن اليهودي، فبدأت تظهر حركات شبابية بترفض الخدمة العسكرية وبتقول لا مش هنحارب إخواتنا العرب، دلوقتي بقينا إخواتكم العرب ما علينا. وهنا القصة بتقف عند مفترق طريق صعب، حلفاء للدولة ولا جزء من الأمة العربية؟ مواطنين إسرائيليين كاملين الحقوق ولا جنود وقت الحاجة بس؟ علشان كده حابب أسألكم، يا ترى إخلاص الموحدين الدروز للكيان اللي بيحاربوا تحت علمها هو مجرد وسيلة للبقاء والنجاة في منطقة صعبة، ولا هو تحالف استراتيجي حقيقي صنعته ظروف وتاريخ محدش يقدر يفهمه غيرهم؟ سلام.